هلو يا حلوين. خارجه وعندي مشوار سريع وحاسه ان انا عايزه اعمل كده النو ميك اب. عارفين النو ميك اب؟ حاجه كده سريعه، ما احطش فاونديشن، ما احطش باودر، ما احطش حاجات كتير، وفي نفس الوقت يبان ان انا حاطه ميك اب سيمبل. فعلى طول اكيد فكرت في خوخيات. خوخيات يا جماعه، يعني بجد خوخه، هنقول عليها خوخه بقى. خلود عامله لنا شويه عظمه، شويه حاجات بجد عندها تحفه طبيعيه. اول حاجه جربتها من عندها وهو بديل الفاونديشن ده، يا جماعه لما هتجربوه هتدمنوه. ده بقى حاجه تحفه، زيوت مرطبه وبنسينول والفا اربوتين اللي هو ماده التفتيح، وكمان فيه هيالورونيك اسيد. ده غير ان هو فيه عامل حمايه من الشمس. ده بقى خلاني الفتره دي من ساعه ما بدات اجرب المنتجات ان انا استغنى تماما عن الفاونديشن. عايزه اقول لكم بيعمل تفتيح رهيب، اكنك حاطه فاونديشن، وفي نفس الوقت هو حاجه طبيعيه جدا، وفي نفس الوقت سعره يجنن جدا. وغير كده مش هتحتاجي ان انت تحطي ولا فاونديشن ولا باودر ولا حتى كونسيلر، يعني هتحطيه وتنزلي. تقدري تحطيه وانت رايحه الجامعه، تقدري تحطيه وانت نازله في الشمس عادي جدا. فده حاجه لذيذه جدا. زي ما انتم شايفين النتيجه بتاعته عمل لي تفتيح رهيب. وعايزه اقول لكم مش بيغير، بتحسي ان هو فيه كريم مرطب لان هو اصلا فيه زيوت مرطبه، فبيتفرد معاكي بسهوله وبيفضل بالشكل ده، وبيديكي احساس بالنعومه لبشرتك ونضاره كمان. ده بقى يا جماعه لو محدش جابه هيزعل بجد والله. كل البنات اللي مش هتطلبه هتندم. ده انا بقيت طول النهار وانا نازله وانا طالعه بحطه، حتى لو عايزه احطه وانا في البيت. رهيب، نتيجته رهيبه وسعره فظيع. اول حاجه قلت لخلود انا لازم اجيب من بديل فاونديشن ده كتير قوي. بعد كده ظبطت حواجبي اهو زي ما انتم شايفين. فاضل لي ايه بقى؟ عايزه كده حاجه تبقى ليب بالم وفي نفس الوقت ريحتها حلوه. الليب بالم عند خلود تجنن، اكنك قطع حته فراوله وحطها جوه الليب بالم. عجبني فيها ان هي مش بتدي لون، يعني هي شفافه، بتدي ترطيب، بتحسي ان هي بتعالج لك شفافك من التشقق جدا جدا جدا، وريحتها تجنن. فعجباني ان هي مش بتدي لون لو انا حابه ان انا مش عايزه احط لون وانا نازله. زي ما انتم شايفين كده، مجرد بس حاجه كده عامله زي الليب جلوس، حلوه قوي قوي قوي. فاضل لنا كده بقى تنت. تعالوا بقى نحط التنت القمر اللي من عنده خلود. طبعا يا جماعه المواد كلها طبيعيه وكل الحاجات ما فيهاش اي كيماويات. التنت بتاعها شبه المونوكير كده، بص عامل ازاي. ومش بس كده، ريحته اكنك قلبه برضو برطمان فراوله وحاطه فيه فراوله 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 على كريز. وبيدي بقى بصوا لون تنت فظيع وثابت حلو قوي قوي. ومش برضو بيعمل نقط وبيتفرد بسهولة جدا. حتة منه بس تحفة، وبتخلي اصلا وشك ريحته فراولة. فده اللي عجبني فيه جدا جدا جدا. بجد يا جماعة منتجات خلود انا حبيت الجروب جدا، لدرجة ان انا عايزة اجرب كل حاجة. وعاملة لكم بقى هي الفترة دي عروض على كل المنتجات بمناسبة افتتاح المحل بتاعها. الف الف مبروك. تعالوا بقى نجرب من عندها كحل الاسمد. انا مش عارفة اذا كنت بنطق اسمه ولا لا، يعني صح ولا لا، بس هو كحل. عارفين بقى الكحل بتاع زمان اللي هو بتتكحلي بيه ده؟ تقريبا اسمه كحل الاسمد، يا رب اكون بنطق اسمه صح. بصوا يا جماعه ده عجبني ايه. بصوا هو كحل باودر كده. طبعا انا ما كنتش عارفه احط قوي قدام الكاميرا وانا بصور، بس عايزه اقول لكم ظبطته بعد ما قفلت الكاميرا. تحفه جدا. كحل بقى بتتكحلي بقى بكحل طبيعي، وده بيكون حلو جدا، بيكون لذيذ قوي. حطيت حته بسيطه كده، بس انا كنتش عارفه احط قوي علشان انا ماسكاه وبعمل قدام الكاميرا. بس بعد لما هقفل الحته دي هوريكم النتيجه بتاعته. حاجه كده لذيذه، وفي نفس الوقت درجه الكحل اللي احنا كلنا عارفينها دي، اللي هي الاسود المدي على الجري سيكا، ده عجبني قوي قوي قوي. برضو حاجات طبيعيه علشان ما تبقاش بنضر بشرتنا خالص. كده انا جاهزه وزي الفل وتمام. وعملت يعني النو ميك اب. عارفين النو ميك اب؟ يعني حاجه كده لذيذه، واقدر اخرج وشكلي بقى لذيذ قوي. واكتر حاجه عجبتني وهو بديل الفاونديشن اللي بجد مش لاقيه له وصف من حلاوته ومن جماله. انا بقيت احطه باستمرار الفتره دي. كده انا جاهزه وكده زي القمر. هل خلود بس كده خلاص عملت لنا الانبهارات دي بس؟ لا، عملت لنا شويه انبهارات تانية. جماعه ده اتنين دول زيت، واحد حمام زيت وواحد سيرم. زي ما انتم شايفين انا واخده منهم كتير جدا. انا بقالي شهر بجرب الحاجات دي. بصوا بقى، اول حاجه الزيت اللي هو حمام الزيت ده عباره عن ميكس زيوت بتوقف التساقط وبتعمل انبات وبتقل الشعر. ده بتحطيه على شعرك لمده ساعه وتعملي تدليك للفروه، وبعد كده تدخلي تغسلي شعرك. ده اللي بنعمله في الاسبوع مره او مرتين. اما ده بقى سيرم الجوجوبا، مليان اعشاب زي ما انتم شايفين كده. الاعشاب دي بقى لترطيب الشعر وللقضاء على الهيشان وفرد كسرات الشعر. وعايزه اقول لكم بينيم الشعر جدا، ولو في اي هيشان او تقصف ما بيبقاش موجود. هو اصلا مجموعه اعشاب جوه بعضها كده زي ما انتم شايفين. سيرم يجنن بجد. كل المنتجات تجنن، وعامله لكم عروض حلوه قوي الفتره دي. وبجد لازم كلكم تكونوا موجودين عند خوخيات، هتتبسطوا جدا جدا من كل حاجه. باي.